مفيش احلى من انك تعملي اكله في صينيه واحده ومن غير فرن وطعمها حلو ومشبعه. سمي بالله وصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالي شوفي الطاجن الحلو ده عملناه ازاي. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، ضفت عليهم ملح وفلفل وسبع بهارات وعجنتهم بايديا كويس جدا وعملته كور بالشكل حضراتكم شايفينه. وممكن جدا تستخدمي اقل من نص كيلو لحمه مفرومه. وجبت الصينيه اللي هعمل فيها الوصفه كلها. احلى حاجه في الوصفه دي يعني احنا مش هنستخدم مواعين كتير، هي صينيه واحده اللي هنعمل فيها الوصفه كلها. حطيت فيها شويه صغيرين من الزيت، او عايزه تحطي معلقه سمنه مفيش مشكله. ونزلت بكل كميه الكفته دفعه واحده، وهبدا ان انا احمرها لحد ما تاخد لون من جميع الجهات. لازم الكفته تاخد لون من جميع الجهات زي اللي حضراتكم شايفينه بالشكل ده. والنار هنا معايا بتبقى عاليه علشان انا مش عايزه الكفته تنزل السوائل اللي فيها عشان ما تنشفش. زي ما انتم شايفين كده اتحمرت من كل الجهات. هبدا بقى اكمل الوصفه بتاعتي. بشرت بصلايه متوسطه الحجم. لو حابه ان انت تقطعي البصله مكعبات مفيش مشكله، بس انا عندي الولاد مش بيحبوا البصل باين في الاكل، فببشرها ناعم علشان ما تبقاش باينه. وبدات ان انا اوسع لها كده في الصينيه ونزلتها واديتها تشويحه مع الكفته. اول ما ريحتها هتطلع علشان مش عايزاها تاخد لون، انا عايزاها ريحتها تطلع بس. كنت مجهزه برده معلقه من هريسه الشطه او من هريسه الفلفل الحار، انا بعملها في البيت في برطمان في التلاجة، ما بستغناش عنها في اي اكل. وعايزه اقول لكم بتنقل الطاجن بتاعنا النهارده في حته تانية خالص. نزلت بيها طبعا، دي بيبقى فيها توم وبيبقى فيها اضافات تانية حلوه بتخلي ريحه الاكل حلوه. نزلت كمان بفلفل رومي متقطع، ممكن تحطي كمان فلفل الوان وممكن تزودي فلفل حامي لو بتحبوا الحامي باين قوي في الاكل، طبعا على حسب اللي هياكله. كل حاجه بشوحها لحد ما ريحتها تطلع بالشكل ده. ودلوقتي هنزل بطماطم معصوره، ممكن طبعا تعصري الطماطم فريش، دي الطماطم اللي انا مخزناها في الفريزر. نزلت بكيس طماطم وهسيبه طبعا على النار لحد ما يفك وياخد غلوه كده مع الحاجات الحلوه اللي احنا حطيناها في الصينيه. لازم نغطي عليها. لكن لو هتحطي الطماطم فريش سيبيها تاخد غلوه كده من غير ما تغطيها عادي. بعدين هتتبليها بالتوابل اللي انت بتحطيها في اكلك العاديه. انا عامه حطيت ملح وفلفل وكمون وشطه صغيرين وبابريكا، لان انا مش حاطه فلفل حامي، فخلي بالك لو حاطه فلفل حامي ما تحطيش شطه. عايزه تحطي اي حاجه تانية انت متعوده عليها براحتك. انا هنا كنت هنسى الملح وافتكرته على اخر لحظه. اديت التوابل مع الحاجات الحلوه اللي في الاول دي تقليبه، وهسيبها يا دوب بس تاخد يعني غلوه صغيره زي ما انتم شايفين كده. كنت مجهزه كيلو من البطاطس مقطعاه مكعبات متوسطه، مش صغيره ومش كبيره علشان تبقى على قد المعلقه. وخصوصا ان الاكله بتاعتنا النهارده هتاكليها بالمعلقه، فمقطعه كل حاجه مكعبات، الفلفل مكعبات، الكفته كور، البطاطس مكعبات، عشان تبقى مناسبه للي هياكل بالمعلقه. كمية البطاطس بترجع لعدد الأفراد اللي هياكلوا من الأكلة دي. أنا عملت حوالي كيلو من البطاطس مقطعاها مكعبات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ونزلتها على الخليط. وهبدأ إن أنا أديها تقليبة وأغطيها بقى وأسيبها لحد ما البطاطس تستوي. أول ما تلاقي البطاطس استوت معاكي اكشفي الغطا خالص وسيبيها بقى على نار متوسطة لحد ما الطاجن بتاعك ينشف من غير ما تدخليه الفرن خالص. هتلاقي بقى معاكي بالشكل ده وريحته عايزة أقول لكم جميلة جدا، ومن غير ما تدخليه الفرن ينشف ولا حاجة. بس بعد ما تتأكدي ان البطاطسايه استوت وبقت مظبوطه ما تتهريش، اكشفي الغطا واسيبيه لحد ما كل السوائل اللي في الصينيه بتاعتك تتبخر كده. مش هتحتاجي ان انت تدخليها الفرن نهائي، وهيبقى كمان طعمها حلو جدا. رشه بقدونس بقى. وعايزه اقول لكم طعم البطاطس لوحده كمان من غير الكفته خطير. ما يفوتكيش الوصفه دي، هي بس الصينيه دي اللي عملنا فيها الوصفه وما شغلناش الفرن. وعايزه تقدمي معاها عيش، عايزه تعملي معاها رز بالشعريه زي ما تحبي. جربوها اوعوا تفيدكم. لو عجبتك شاركيها وما تنسيش اللايك وتعليقاتكم الحلوه اللي بتفرحني كتير. واشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته.